السلام عليكم، مع سلامة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي وفي صحة جيدة وانتم تشاهدوا في الفيديو متاع اليوم. كما تشوفوا كعابر قرطاج والا حلو اللوز التونسي، وصفة زمنية قديمة برشا، معروفة برشا في تونس وبنينة على الاخر، وزيد سهلة على الاخر في طريقة تحضيرها. خليكم معايا شوفوا التفاصيل الكل في الفيديو. بالنسبة للمكونات ما عندناش برشا مكونات. لهنا نحتاجو 300 غرام بودرة اللوز، وعليهم 120 غرام سكر بودرة. عندي لهنا سكر حبيبات للزينة تو بعد نستعملوه، وعندي ماء ورد صناعي باش نلم بيه العجينة والا ماء عطرشية. وعندنا زاد لهنا ملون غذائي احمر واخضر. انا لهنا الاخضر شريته يعني قيت ليكيد سائل، وبالنسبه للاحمر خذيت بودره. وانتم المتوفر اللي تلقاو تنجموا تخدموا بالسائل والا بالبودره. تو نشوفوا بعد كيفاش طريقه التحضير نتاعو. لهنا باش نقسم انا العجينه هذيك 300 غرام لوز، باش نقسمها على 3. يعني كل لون باش نعمل فيه 100 غرام. باش ناخذ 100 غرام لوز باش نحط عليهم 40 غرام سكر ارطب، باش نخلي العجينه الاولانيه باش نخليها يعني طبيعيه هكاك، مش بنحط لها حتى ملون. الثانيه باش نحط لها ملون احمر، والثالثه باش نحط لها ملون اخضر. هما معروفين كعابر قرطاج اللي هما فيهم 3 الوان هذوما، نلقاو الابيض والاحمر والاخضر. الاولانيه كما قلت لكم العجينه الاولانيه فيها 100 غرام لوز معاهم 40 غرام سكر بودره، وباش نلمها بماء الورد، مش باش نحط لها حتى ملون. لاني نخلط اللوز بالسكر مليح مليح مليح، ومن بعد باش نلمها بالماء الورد. لهنا باش نوزن لكم حسب التقريب قداش خذيت لي هذيا ماء الورد. خذيت لي 22 مليلتر ولا 22 غرام حسب التقريب. العباد اللي تحب يعني تقرب هاكا. انتم كي تزيدوا ماء الورد زيدوه بشويه بشويه، يعني ما نزيدوش كميه كبيره نخافوا بعد تولي جاريه العجينه نتاعنا. دونك زيدوا بشويه ولموا لمين باطراف الاصابع هكا. انا من بديت بالمغرفه ومن بعد باش نكمل باليد هكا بشويه بشويه حتى لين تتلم. ما تزيدوا الا ما تتاكدوا اللي هي مازالت شايحه العجينه. هكا انا وزنت لكم حسب التقريب في 20 مليلتر 22 مليلتر هكا، بين 20 و 22 مليلتر. هاكم شفتوا لهنا العجينه لمها باطراف الاصابع اللوز، يعني ما نعجنوش. لهنا العجينه خذيت الكميه الكافيه نتاع الماء الورد. تو باش نكمل نلمها فيسا فيسا راهي تتلم. المهم تكون عندنا عجينه طريه. شفتوها لهنا كيفاش طريه. تو هذه العجينه الاولى سي كملنا خدمناها. توا باش ناخذوا بنفس الطريقه 100 غرام لوز معاهم 40 غرام سكر ارطب، وهذه المره هذه باش نحطوا معاها الملون الغذائي الاحمر ونكملوا نلموها من الورد بنفس الطريقه. بالنسبه للملون الغذائي راهو ما نحطوش كميه كبيره. الملون الغذائي يعني عينكم ميزانكم. تو تشوفوني قداش كميه حطيتها انا ديجا. كي حطيت من بعد ظهرت لي يعني غامقه العجينه. اذا تحبوا يعني افتح من اللي انا خدمتها هاكا نقصوا كميه الملون الغذائي، يزيدوا بشويه بشويه نكته 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 زاده. شفتوا لهنا ديجا تشوفوا سامحوني، شوفوا قداش حطيت شويه. يعني اذا تحبوا انتوما افتح من الكولور اللي باش نتحصل عليه انا تنقصوا. علاش انا لهنا نوصي على الملون الغذائي؟ على خاطر فما ماركات اخرين قد ما تحط الكولورون ما يعطيكش اللون اللي تحب عليه تتحصل عليه. دونك على هذيك امشيو بشويه بشويه في الملون الغذائي. وبالنسبه زاده لكميه الماء او حسب التقريب قبيليك انا وزنتها لكم هاكو. شفتوني لهنا نمشي بشويه بشويه حتى لين تتلملي العجينه. كي ظهرت لكم يعني الكميه هذه كبيره يعني متاع اللوز، تنجموا تقسموا الكميه على 2. او كان عندكم مثلا تنجموا تاخذوا 50 غرام لوز عليهم 40 كل عجينه، يعني تحطوا لها 50 غرام لوز ومعها 40 20 غرام سكر ارطب، وتلموها بنفس الطريقه. تعملوا عجينه حمراء عجينه خضراء وعجينه بيضاء. فهمتوني؟ واضح يعني. شوفوا لهنا كملت لميتها العجينه الحمراء بنفس الطريقه. توي خدمت الحمراء والبيضاء بنفس الطريقه باش نكمل الخضراء.
هذه لهنا استعملت كولورون سائل، يعني نفس النتيجه عطاني كيما السائل كيما البودره. نتوما المتوفر عندكم وحطوا زيادة شويه. انا هذيك حطيت الكميه ظهرت لي غامقه بعد العجينه. هاكا نقصوا انتم عينكم ميزانكم ديما نوصي على الملون. شوفوا لهنا حصلت على 3 انواع متاع عجين، واحده حمراء واحده خضراء واحده بيضاء، لون طبيعي يعني بتاعها. تو باش نخدمهم هكا على سطح العمل، نخدمهم بشويه بشويه. اللوز اذا تحسوه يعني تفتفت تلموه هكا بين يديكم كيما قاعده نعمل انا تو في الفيديو، ونخدموه بشكل طولي. نعملوهم 3 قد قد، نشكلوهم بشكل طولي 3 قد قد، يعني 3 الالوان نشكلوهم قد قد. شفتوا لهنا كملت شكلتهم 3 يعني بنفس الحجم، وحطيتهم باش نبع بعضهم، باش نحطهم تو فوق بعضهم ونخدمهم. شوفوا كيفاش يعني نتمنى ان كل فيديو واضحه هكا باش نتحصلوا من بعد على كل كعبوره فيها 3 الوان. باش نحطهم هكا باش نحاول نخدمهم. انا لهنا ظهر لي البودان طويل برشا باش نقسمه على زوز، او الكوبات كي تخدموا بيه ديما نظفوه باش يعني العجينه العجينه البيضه هذيك اللي عندنا ما تتمسخلناش. فهمتوا؟ لاني قسمتهم على زوز هكايا وزدت حليتهم شويه، ومن بعد باش نبدا في طريقه التشكيل. لاني كملت حضرت العجينه نتاعي. توا عندي سكر، هذه سكر حبيبات باش نزينو بيه، وخذيت ميزان باش نوزن بيه الكعبه الاولانيه كهو. لهنا عندي كاسات نمرو 5، هذوما صغار على الاخر كان تحبوا تحطوا يعني في الكاسات. باش نوزن الكعبه الاولانيه كهو، هذيك باش حسب التقريب يعني تحبوا بين 18 وال 20 غرام الكعبه. تحبوا 18 شوفوها 18، كان ظهرت لكم يعني صغيره اعملوا 20. انا هنا عملتها 19 غرام. لهني بعد ما كملت وزنت على الكعبه هذيك 19 غرام، حطيتها هي وكملت قصيت عليها الكعب الاخرين هكاك حسب التقريب باش يجيو قد قد، باش ما نقعدش كل مره كعبه نقصها نوزنها. توا نتعداو طريقه التشكيل، سهله برشا طريقه التشكيل. هنا ناخذ الكعبه بين يديا هكا نكعبرها ومن بعد نغطسها في السكر الاحرش. يعني جات حلوه هي الاخضر، اللون الاخضر لهنا ماهوش هو شعشوعي اما خرج في الاخر حلو. او على ذيك ديما نوصيكم على الملون الغذائي ما تحطوش برشا باش ما يجيش غامق برشا. شفتوها لهنا هذه هي الشكل النهائي للحلو متاعنا اليوم.
نتمنى انكم تستفيدوا من الفيديو. هو المهم يعني انه الانسان يحضر حاجه للصغيرات في العيد ويفرحهم وكل شيء. ان بنتي تحبهم برشا هذوما، على ذلك حضرتهم. ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله تكونوا ديما فرحانين وفي صحه جيده. هذيك هي اهم حاجه. الصحه، نعمه الصحه نعمه كبيره برشا. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. هذه هي كانت فيديو متاع اليوم، كما قلت لكم كعبر قرطاج والا كعبر اللوزه التونسيه. ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. انا توا مبقى لي كان باش نقول لكم في امان الله والسلام عليكم.